السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كويزين كيكا، ومع وصفة اليوم اللي هي غريبية جزائرية اقتصادية بالزيت والسكر الحرش وبنكهة الليمون. تجي خفيفة ومشقة بنينة بزاف، تذوب في الفم. وصفة سهلة وفي متناول الجميع. نتمنى تعجبكم وتتبعوا الفيديو للأخير. نبدأ بالمكونات اللي هي جد اقتصادية موجودة في كاع البيوت. عندي كاس تاع الزيت، نص كاس تاع سكر عادي سكر حرش، 3 كيسان تاع فارينة، عندنا ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، وراح نكهها بالليمون. عندي قشور حبه ليمون حوالي ملعقه كبيره، وعندنا طبعا رشه تاع الملح. نبداو اولا بالسكر، نحط عليه قشور الليمون ونحط الزيت. وراح نخفق بأقصى سرعة حتى يذوب معايا السكر تماما. بسم الله. راح نتحصل على هذا الخليط. لازم نحس باللي حبيبات السكر ذابت تقريبا تماما. في هذه المرحلة نضيف كاس تاع الفارينة. بسم الله. نزيد ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، رشة تاع الملح. بسم الله. نبدأ ندخل إذن الفارينة في الزيت بهذه الطريقة، ونكمل نحط الكمية تاع الفارينة بالتدريج. نحاول نخلطها مليح كما راكم تشوفوا. لازمنا نتحصلوا على عجينه طريه ومتماسكه لنقدر نشكلها بكل سهوله. نضغط عليها كما راكم تشوفوا برؤوس الاصابع باش تدخل مليح الفارينه في السكر والزيت. كما راكم تشوفوا هنا معايا استعملت كامل الكميه تاع الفارينه اللي هي 3 كيسان. نتوما اذا شفتوا بلي الفارينه تاعكم تشرب تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره واحده فقط تاع الزيت. راح نجرب نشكل هكذا كريه. نشكل غريبيه تاعي على الشكل قبه هكذا بيان ليس. لاحظوا اذا هنا المقادير راهي مضبوطه. نحطها مباشره في البلاطو. دائما هكذا نضغط عليها بهذه الطريقه باش تشد روحها. هكليك نشكل الغريبيه تاعي بهذه الطريقه. انا ندورها بهذا الشكل باش تجي بيان ليس. لاحظوا معايا تحصلوا على هذا الشكل السهل واسرع حلوه من حلوياتنا الجزائريه التقليديه. لازم نضغط بهذا الشكل باش تلم العجينه كما راكم تشوفوا، ونبدا نشكل هكذا الغريبيه تاعي بهذه الطريقه. لاحظوا على شكل قبه كما راكم تشوفوا. بعد ما نكملوا تشكيل الغريبيه تاعنا نرشوها بشويه تاع القرفه بالطريقه، ونروح نسخن الفرن تاعي على 180 درجه. نخليه يسخن لمده 10 دقائق. خليها حتى تبدا تتشقق وننقص فيما بعد
للفرن، نخليه على 150 درجة. نخلي الغريبية تاعي تكمل طيابها من الداخل وتاخذ لون ذهبي خفيف، ونشوفوها طبعا جاهزة في الأخير. شوفوا حبيباتي الغريبية تاعنا كيفاش جات مشقة وخفيفة بلون ذهبي. طبعا ما نمسوهاش حتى تبرد تماما لانه العجينه تاعها هشيشه بزاف. الوصفه اللي كنا حضرناها غير بالزيت والسكر الحرش ونكهناها بالليمون اللي عطاها ذوق احلى واحلى. وصفه جد سهله واقتصاديه من وصفات الزمن الجميل. جربوها بهذه الطريقه وقولوا لي رايكم. نتلاقاو باذن الله في وصفه جديده عن قريب. تحياتي.